الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده جايبة لكم شقة جميلة جدا في الإسكان الاجتماعي. صاحبتها عاملة فيها كده ديكورات بسيطة، وعاملة عفش كده رقيق وجميل، حاطة في دخلة الباب السفرة، وحاطة عند البلكونة عاملة ركنة كده بشاشة شكلها جميل جدا جدا، وألوانها جميلة، وعاملة ديكورات كده وألوان فاتحة، فشكلها بجد جميل جدا جدا وبسيطة ورقيقة، ولون السفرة كمان جميل، وعاملة كده بوفيه شكله جميل بمراية، وعاملة ديكورات كده حلوة عند دخل الباب الشقة زي ما انتوا شايفين، وعاملة كده نجف بسيط وجميل جدا، وعاملة كده ألوان وديكورات فاتحة. بعد كده هندخل على الطرقة بتاعتنا، عاملة برضو فيها ديكورات بسيطة وجميلة. ده كده المطبخ، ده نظام تاني من شقق الإسكان الاجتماعي. هي حاطة كده التلاجة وشايل معاها كل الأجهزة، وفي بلكونة في المطبخ مش زي النظام بتاعنا، ومنظمة المطبخ ومنسقاه بطريقة حلوة وجميلة، وحاطة فيه البوتاجاز والتلاجة زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة ديكورات بسيطة في الطرقة، ومغيرة الأبواب دهنها لون بني شكله جميل. دي كده أول غرفة، عاملة فيها ركنة برضو على قد مساحة الغرفة، وحاطة فيها برضو شاشة، وعاملة فيها كده ديكورات بسيطة وجميلة زي ما انتوا شايفين، وكل الشقة ألوان فاتحة زي ما انتوا شايفين كده. كل ما فتحنا في الألوان يا جماعة هنحس كده بوسع في المكان. وعاملة ديكورات كده بسيطة مع الركنة في الجنب كده في السقف زي ما انتوا شايفين. بعد كده هندخل على التويلت. هي حاطة فيه التويلت، حاطة فيه الغسالة، وعاملة كابينة شاور. بصوا، عاملة كابينة شاور كده وحاطة فيه الغسالة. بعد كده هندخل على غرفة النوم. هي منظماها ومنسقاها بطريقة جميلة جدا، وتقريبا عاملة الغرفة دي عمولة على قد الأوضة بتاعت شقة الإسكان الاجتماعي زي ما انتوا شايفين كده. ديكورات برضو بسيطة وجميلة، وعاملة الغرفة بطريقة حلوة مش مكبرة كده فيها، ودولاب جرار طبعا زي ما انتوا شايفين، ومنسقة الألوان مع بعض بطريقة حلوة كده، ومغيرة شبابيك الإسكان وعاملاها ألمنتال. أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.